السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم. كلنا بنستنى رمضان عشان نفرح بأجواءه ولمة العيلة والأكل المميز بالحلويات اللي بتملى سفرتنا، خصوصا في رمضان. بس في بعض الناس ما بيقدروش يصوموا رمضان بسبب حالتهم الصحية، وفي ناس ما بتقدرش تستمتع برمضان وبأكله بسبب بعض الأمراض. وعشان كده هكون معاكم من راديو انطلاقة في حلقة جديدة يوميا من برنامجكم صحتك في رمضان. معاكم دكتورة غادة عليوة، صيدلي كلينيكي وأم وصانعة محتوى طبي، وهتكلم معاكم كل يوم عن ازاي نصوم رمضان براحة ونستمتع بصيامنا وفطارنا بدون مشاكل صحية. وكمان هنقول نصايح مخصوصة لأصحاب بعض الأمراض، نعرف بيها إمتى يصوموا وإمتى الصيام يكون خطر عليهم، وإيه اللي يعملوه عشان يصوموا ويفطروا بأمان. أكيد كلنا بنهتم قوي بوجبة السحور. تفتكروا في أكل مخصوص يقلل العطش أو يقلل الجوع خلال نهار رمضان وإحنا صايمين؟ جاي أقول لكم إن إحنا في وجبة السحور ممكن ببساطة نقلل العطش خلال نهار رمضان، وكمان نقلل الجوع خلال نهار رمضان. طيب إزاي نقلل العطش خلال نهار رمضان وإحنا صايمين؟ عشان نقلل الإحساس بالعطش لازم أول حاجة بين الفطار للسحور لازم نشرب كل ساعة كوباية مية. تاني حاجة بعد شرب المية لازم أكلنا في السحور يكون خالي من الأملاح، يعني ما نفضلش ناكل فيه حوادق ومخللات. تالت حاجة نكتر بوتاسيوم. ازاي هنكتر بوتاسيوم؟ البوتاسيوم موجود في التمر وموجود كمان في المكسرات، بس طبعا مش هناكل مكسرات مملحة علشان الأملاح هتخلينا نعطش ونشرب مية أكتر. لا، ياريت ناكل مكسرات محمصة عادي أو مكسرات طبيعية بدون أملاح. كمان البوتاسيوم موجود في الموز بنسبة كويسة جدا، يبقى عندنا تمر وعندنا موز وعندنا مكسرات. عايز تقلل العطش زود البوتاسيوم وقلل ملح الصوديوم اللي هو موجود في الملح والمخللات والحوادق، وبكده ان شاء الله مش هنعطش خلال نهار رمضان واحنا صايمين. طيب ازاي بقى نقلل الاحساس بالجوع واحنا صايمين؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه بعد الفاصل. ما تروحوش بعيد، هنرجع لكم بسرعة، وتقدروا تبعتوا لنا آرائكم واستفساراتكم عن طريق الرسايل أو الكومنتات على صفحة راديو انطلاقة. أهلا بيكم مستمعينا مستمعي راديو انطلاقة، معاكم من جديد دكتورة غادة عليوة، وبرنامجكم صحتك في رمضان اللي بتسمعوه كل يوم الساعة 1 ظهرا. وموضوعنا النهاردة عن تقليل الإحساس بالعطش والجوع خلال نهار رمضان واحنا صايمين. وعرفنا قبل الفاصل ازاي نقلل الإحساس بالعطش خلال نهار رمضان. طيب دلوقتي هنتكلم عن ازاي نقلل الإحساس بالجوع خلال نهار رمضان واحنا صايمين. أول حاجة وهي سنة نبوية، نأخر السحور، يعني نتسحر قبل الفجر على طول، بلاش نتسحر بدري. تاني حاجة هنزود البروتينات ونهتم بيها جدا في السحور. البروتينات موجودة في ايه؟ البروتين عندنا موجود في البيض، مصدر عالي جدا للبروتين. كمان البروتين موجود في الزبادي والجبن المصنعة من الألبان، بلاش الجبن المصنعة من زيوت نباتية
لأن دي ما فيهاش لبن أو دسم حيواني. كمان البروتينات موجودة في البقوليات زي الفول والعدس والفاصوليا وكل ده. يعني طبق فول في السحور هيدينا كمية بروتين حلوة جدا تسد معانا إحساس بالجوع. كمان البروتينات موجودة في اللحوم والأسماك والفراخ. طبعا بيبقى صعب ان احنا نوفرها شوية في السحور وبنركز عليها اكتر في الفطار، لكن لو متاح لك تاكل تونة او سمك او فراخ او لحمة في السحور فده مصدر عالي للبروتين. طيب ليه البروتين هيدينا احساس بالشبع؟ لان البروتين بياخد وقت في الهضم، فبيدينا فترة اطول للشبع. كمان البروتين بيدي طاقة للجسم، طاقة قليلة على مدى طويل. يعني مش زي السكريات أو النشويات اللي بتعلي الطاقة بتاعتنا مرة واحدة وبعد كده تقل فنرجع نحس بالجوع تاني. كمان في حاجة بتعمل الموضوع ده بنسبة كويسة، هي النشويات المعقدة. علشان كده ياريت نستبدل النشويات البسيطة اللي في السحور بالنشويات المعقدة. زي ايه؟ يعني بلاش ناكل عيش أبيض أو فينو ونستبدله بالعيش الأسمر بتاعنا اللي بالردة أو بالخبز أو التوست البني أو اللي بالحبوب الكاملة. كمان ممكن ناكل بطاطس، بس أكيد مش بطاطس مقلية عشان احنا بنحاول نبعد عن المقليات. ممكن ناكل بطاطس مسلوقة ومهروسة. كمان الموز اللي قلناه بيحتوي على بوتاسيوم عالي عشان يقلل العطش. كمان هو فيه نشويات معقدة. كمان عشان نقلل الإحساس بالجوع ناكل حاجات فيها ألياف زي الخضار. يعني نقدر ناكل طبق سلطة متنوع، ده هيدينا ألياف عالية. نحط بقى طماطم وخيار وفلفل خس جزر جرجير، أي خضار موجود عندنا نقدر نقطعه ونحطه في طبق السلطة، وده هيدينا ألياف تدينا إحساس أكتر بالشبع. يعني من الآخر نقدر نقول السحور بتاعنا يكون عبارة عن طبق فول حلو جدا بالزيت والليمون، وكمان بيبقى حلو جدا ان احنا نحط عليه طحينة، بيض سواء مسلوق او مقلي، زبادي. وكمان الزبادي مهم جدا مش بس كمصدر للبروتين والكالسيوم، بل هو كمان مليان بالبروبايوتكس. البروبايوتكس دي مهمة جدا لجهازنا الهضمي، وهي غذاء للبكتيريا النافعة اللي موجودة عندنا في الأمعاء وفي القولون، وبتساعد على عدم حدوث الإمساك، وكمان بتساعد على صحة الجهاز الهضمي. وكمان السحور بتاعنا هيبقى فيه طبق السلطة اللي قلنا عليه مهم جدا ما ننساهوش، وهنشرب فيه مية بكمية كويسة، وهناكل معانا تمر ومكسرات وموز، أي حاجة منهم اللي متاح عندنا ناكله. وما ننساش إننا قلنا هنمنع المخلل في السحور، وبكده يكون سحورنا متكامل. هنقلل بيه الإحساس بالعطش، وكمان هيقل معانا الإحساس بالجوع. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، في نفس ميعادنا بكرة إن شاء الله الساعة 1 ظهرا على راديو انطلاقة. كان معاكم دكتورة غادة عليوة. ما تنسوش إنكم تقدروا تشاركوا بآرائكم واستفساراتكم على رسائل صفحة راديو انطلاقة. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.